ولعلكم لا تعرفون. وبعضكم ربما يعرف أنه في قراءة للقرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومعنى خشية الله للعلماء هو خشية التقدير وليست خشية الخوف. يقرأ من سورة فاطر: قال الله، أنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه القراءة المعلومة، هذه القراءة الحق. أنا بقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العامة تسأل ليه التقديم والتأخير ويعني الحكم الإعرابي؟ عند العرب إذا حصر الفعل في الفاعل، هيك بيقولوا. أنا ما بدي أتكلم على الآية حتى لا أنزل هذه التعابير على حق الكتاب. يعني إنما يخشى أمير المؤمنين عماله، فالذي يخشى العمال يخشون أمير المؤمنين. ليه صار هذا؟ إذا انحصر الفعل في الفاعل، انحصر الفعل اللي هو الخشية، الفاعل العمال، تقدم المفعول به على الفاعل، هذا من اللسان لزاما. فالآية من مثل هذا. فالذي يخشى العلماء يخشون الله. هذه الآية لسانا وإعرابا وقراءة ووحيا. فقال الرئيس إنه في قراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وخشية الله هنا خشية التقدير، يعني ليست خشية الخوف. وبده يقول أن الله إذ خشي العلماء إنما خشيهم تقدير محلهم وليس خوفا منه. يا رجل، الدكتور بيقول لنا أن الله يخشى من العلماء. أنهم علماء أخي؟ أنهم أصدق المذاهب الأربعة يعني؟ ولا شيخ الأكبر الأزهر؟ مين أصدق بالعلماء؟ مين قصدك بالعلماء اللي بعضهم لا يحسن اللسان العربي وبعضهم لا يعرف المتواتر من الشاذ من قراءات الكتاب؟ مين قصدك منهم يا شيخ؟ مين قصدك مثلا الشافعي؟ سألوا لي ابن إدريس الشافعي إن خرج من قبره يوم الدين، قلوا له: هل علمت أن الله يخشاك؟ سألوا أبو حنيفة إذا خرج من القبر ستلقون بعضكم بعضا، سألوا قالوا له: سمعنا أن الله يخشاك. في منه هذا الكلام؟ سألوه مين بركي مش هذا قصده شيء. مين قصده شيء؟ وأنا لا أعلمهم يعني يكبرون أكثر من هؤلاء. أبو بكر، سألوا أبا بكر مين قصدهم يا أخواننا؟ بركي القرضاوي. صحيح، أحسنت، ما هم التنين دارسين على نفس المذهب، لعله يريد بها القرضاوي. طب اسمع، أنه في قراءة للقرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومعنى خشية الله للعلماء هو خشية التقدير وليست خشية الخوف. لا ورب هذا البيت، لا ورب جبريل، لا ورب محمد، لا ورب ابن مريم، ما في قراءة. اسمعوني حتى لا يظن الجهلة يجي حدا يخرجني من كتاب. في قراءة في أطراف الكتب لا يقرأ بها من كان عنده مسكة لمضة من عقل. انت كل ما تقرأ انه ولد مجنون كتب في صحيفة في قراءة بتيجي بتقول لي في قراءة؟ عند من علم في القراءة المتواترة كما يسمون، وفي القراءة الشاذة، في 10 وفي 14. طبعا العامة بيقولوا 7، من تعلم يعلم أن الصحيح 10،
من تعلم يعلم أنها 14، 4 منها لا يقرأ بها، بسموها هم شاذ. واضح؟ هذه القراءة التي قرأ بها الرئيس ليست من هذا القبيل أبدا أبدا. يعني ورب هذا البيت لو نظر أحدكم وراء الشاذ بعد 14 و14 لن يجد هذه القراءة.